السلام عليكم. النهارده احنا خرجنا شوية عن المألوف، مش عاملين لا طبخ ولا حلويات ولا معجنات ولا اي حاجة. احنا عاملين النهارده الصابون الصلب. بنستخدمه في تصبين المواعين، يعني الألمونيا بالذات. غسيل السجاد بيبقى حلو قوي، بينضفه. تعالوا نشوف الطريقة بتاعته معانا. طريقته سهلة، ومن الزيت المستعمل بتاعنا اللي احنا بيتبقى مننا بنحوشه يعني لفترة كده. بحوش فترة يعني كمية كبيرة، وبعد كده بنعمله بقى ايه الصابون الحتت ده او الصابون الصلب. هنا انا عندي الطبق الاستانلس ده. انا عامله هنا مقدارين، انا بس هقول لكم مقدار يعني. المقدار الواحد هياخد قد ايه مننا، ايه ادوات وحاجات يعني. الكوبايه اللي هتعايري بيها هي كوبايه واحده. احنا عاملين هنا اول حاجه، انا حطيت 7 كوبايات زيت بنفس العلبه البلاستيك اللي انت شفتوني بعمل بيها دي. 7 كوبايات، بس انا عامله هنا 14، عامله ضعف الكميه. وده البوتاص او حجر تسليك البلاعات، يعني في كذا حد بيسميه بكذا مسمى، بس هو عندنا هنا اسمه البوتاص. بنفس العلبة اللي احنا عايرت بيها الزيت، بعاير بيها البوتاص، بعاير بيها المية، بعاير بيها اي حاجة انا بحطها. ال7 كوبايات زيت بحط لهم كوباية بوتاص مليانة كده هرمية. ال7 كوبايات زيت بحط لهم كوباية بوتاص هرمية كده. وهحط لهم 3 كوبايات ميه بنفس برضو العلبه اللي انا عايرت بيها. انت بقى باي كوبايه هتعايري بيها ان شاء الله، حتى لو مج الشاي هتعايري بيه، يبقى هم 7 كوبايات، 7 مجات زيت. كوبايه بوتاص، 3 كوبايات ميه. اي حاجه هتعايري بيها بنفس المعيار هو. طبعا عشان انا عامله هنا ضعف الكميه، فانا حطيت 6 كوبايات ميه. حطيت كوبايتين بوتاص هرميين، وحطيت طبعا 14 كوبايه زيت، دول اللي في الطبق الثالث اللي قدامي. هقلب البوتاص كويس اوي في الميه لحد ما يدوب خالص، وهتلاقي الميه بقت صافيه خالص، رجعت ميه نظيفه تماما. طبعا انا بقول لكم بصوا، هو سخن جدا. وفي المرحله دي يا ريت لو عندك اطفال ما يكونش موجودين جنبك، يعني تبعديهم خالص. بسيبهم البوتاص بسيبه في الميه لحد ما يبرد تماما، لازم يبرد خالص عشان يديني نتيجه كويسه للصابون. وبعد كده بكبه على الزيت كده، وببدا ايه اقلب. تستخدمي بقى معلقه ستانلس او معلقه سيليكون عادي او معلقه خشب. تستخدميش اي حاجه معدن او ألمونيا، لانه هيطبع فيها البوتاص. كل شويه بفضل رايحه جايه عليه اقلب فيه. كل شويه اروح واجي كده اقلب فيه. التقليب المستمر هو سبب من اسباب نجاح الصابون الصلب معاكي او الصابون الحتت بتاعك. اللي انا حطيته في الكوبايه الاول ده 6 ليمونات، عصير 6 ليمونات، ده للمقدارين. لكن لو للمقدار الواحد هيبقى 3 ليمونات. حطيت لهم 6 معالق سكر، وحطيت 4 معالق ملح. طبعا برضو انا بقول للمقدارين، المقدار بتقسمي على طول، يعني نص المقدار بتقسميه. وحطيت نص كوباية خل. ولازم اقلب المكونات دي بسرعة برضو، تفضلي تقلبي فيها كويس جدا لما تتأكدي ان الملح والسكر داب معاكي خالص، مفيش حاجة في قعر الحلة الاستانلس او الطبق اللي انتي بتقلبي فيه. تأكدي ان كله اتقلب معاكي كويس قوي وداب معاكي. بعد كده هحط لهم حوالي نص كوبايه جليسرين. الجليسرين ده كويس جدا، بتلاقيه برضو عند اللي بيبيع خامات الصابون او ادوات الصابون او الصابون السائل اللي احنا بنشتريه من عنده. هتلاقي عنده الحاجات دي، البوتاص والجليسرين وكله. الجليسرين ده كويس عشان خاطر ما يعملش في ايدك حاجه بعد كده، تلاقيه ايدك ناعمه، ما فيش اي حاجه، ما بيضركيش في حاجه. بصوا، كل ما بتسيبيه شويه بتلاقيه تقل. طبعا انا رايحه جايه بقلب فيه، رايحه جايه بقلب فيه. كل يعني مثلا نص ساعة اقلبه مثلا لمدة 5 دقايق متواصلين. ما تقلبيه، وكل ما هيقعد وهيتقل معاكي هتلاقيه بيفتح، لونه بيفتح، يبقى شبه يعني القوام بتاعه شبه البشاميل كده، خليط البشاميل كده. الطريقة بتاعت الصابون دي انا بقالي 4 سنين بستخدمه بنفس الطريقة دي، ما غيرتهاش. كل شويه بتقلبي فيه. بصوا، كل ما بنقلب فيه ونسيبه شويه كل ما بيتقل معانا. هو انا كده بالنسبه لي القوام خلاص بقى تمام قوي كده. ده عندي هنا درج، لان انا عندي كميه. طبعا انت ممكن تعمليها في صواني. بتغلفي الدرج بتاعك اكياس بلاستيك بس تكون تقيله، او لو هتعمليه في صينيه اللي هي القوالب برضو تغلفيها اكياس تكون تقيله، تثبتيها كويس. وتروحي صبه فيها. لو عندك قوالب سيليكون عادي، صبي فيها عادي مش مشكله، وهيبقى حلو قوي، هيديكي حتى يبقى ليها شكل يعني. لو عندك قوالب الكب كيك برضو سيليكون، اعملي فيها برضو، صبي فيها الصابون برضو عادي. بديله هزة كده، اتاكد عشان بس يتساوى سطح الصابون عندي من فوق، ما يبقاش فيه
يعني مش مظبوط، ولو في فقاعات هوا طلعت منك كده بتسويها بالمعلقه، او لو عندك كحول ممكن تديله رشه كحول وخلاص، هتلاقي الفقاعات دي اختفت. ده كان تاني يوم، بسيبه كده على الرخامه لتاني يوم. هنا كان خلاص بقى نشف معايا، وقدرت ان انا افكه اقطعه واطلعه من الدرج بتاعي، وبقى بالمنظر ده. بصوا متماسك ازاي. ده هنا بقى ده تاني يوم، يعني ده اول يوم اللي هو تاني يوم اللي هو شفتوه لما قطعته، وده بعديها بيوم. بصوا بوريكوا الصوت بتاعه ناشف خلاص، هو يعني بقى صلب خلاص، بقى ناشف معاه وتمام وجميل جدا. هوريكم بس تجربة. هو طبعا ما ينفعش، هو بيقعد حوالي من 20 يوم لشهر لما بياخد مدة التصبين بتاعته عشان تقدري تستخدميه. بس انا حبيت اوريكم الرغوة بتاعته من تاني يوم، بصوا عاملة ازاي. هو لسه ما خدش فترة التصبين بتاعته دي، من تاني يوم بس. هو بيقعد معانا من 20 يوم لشهر لما تقدري تستخدميه عادي، لانه دلوقتي بيحرق شوية في الايد عشان البطاس. بياخد فترة شهر كامل او 20 يوم على حسب الكمية اللي انت عاملاها. طريقته سهلة جدا واستخداماته كتير.